كارت الشاشة مش مجرد معالج رسوميات، ده مصنع عمليات متوازية. كمل معايا وانا هقولك ايه هو الجي بي يو وتجربتي معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجي بي يو اختصار ليه جرافيكس بروسيسنج يونت، اي وحدة معالجة الرسوميات. زمان كان الدور الاساسي للجي بي يو اللي هو كارت الشاشة هو معالجة الرسومات، زي انه يرسم صورة، الاضاءة، الظلال، البيكسلز في الالعاب، الفيديوهات. وكان بيشتغل جنب المعالج الاساسي السي بي يو عشان يشيل عنه حمل الجرافيك. ولكن علميا هو متخصص في نوع من الحسابات اسمها العمليات المتوازية، أي إنه بدل ما بيحسب عملية واحدة ورا التانية هو بيحسب آلاف العمليات في نفس اللحظة. ولذلك هو مش مقتصر بس على الألعاب، ولكن بيستخدم في الذكاء الاصطناعي، المونتاج والرندر وتحليل البيانات. ولذلك شركات زي AMD ونيفاديا بيستخدموه في مراكز بيانات ضخمة، مش مجرد في كيسات الجيمنج بس. بمعنى تاني، الكارت الشاشة اتولد عشان الرسوميات، ولكن هو طلع موهوب في العمليات الحسابية والرياضيات. السي بي يو هو بيكون من مجموعة من الأنواع القوية، هي قليلة وقوية، بتقوم بعملية ثم التانية ثم التالتة. أما الجي بي يو كارت الشاشة في آلاف الأنواع الصغيرة بتقوم بآلاف العمليات في نفس اللحظة. يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بشكل بسيط وسهل. ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على ألف خير.